درس لينا من مادة الإلكترونيكس، وحابب بس قبل ما ابتدي في الدرس إن أنا أعرف بنظام الكورسات بعد كده في سواء في الإلكترونيكس أو غيره، إن كل مادة من المواد هيكون متقسم مجموعة من الشباتر، كل شابتر هيقسم مجموعة من الدروس، وكل درس هيكون متقدم في فيديو من الفيديوهات. وبعد كده هناخد الشيت ونحله مع بعض فيديو منفصل أو أكتر على حسب طول الشيت. ومعانا في كورس الإلكترونيكس شابتر واحد هيكون متقسم ل4 دروس، وهيكون الفيديو الخامس مخصص لحل الشيت. الدرس الأول هيكون النهارده اللي هو أشباه الموصلات والتطعيم، الثاني اللي هو تيار الدريفت والديفيوجن، والثالث اللي هو البي ان جاكشن وحالات التوصيل بتاعته سواء ريفرس بول أو في حالة التوازن، والرابع واللي هيكون نهاية الشابتر واللي هو عبارة عن الاي في كاركترستكس اند بريك داون جنرال افالانش. نبتدي بقى ونخش في الموضوع. من اسم المادة الكترونيكس أعرف إنها بتتكلم عن إيه يا جماعة؟ بتتكلم عن الإلكترونيات اللي موجودة في الذرات والذرات اللي موجودة في المواد. عشان كده أول حاجة هندرسها ما هي المواد وحالة المواد وأنواعها. أول حاجة هندرسها في أنواع المواد هنقسمها ل4 أنواع على حسب حالات التوصيل بتاعتها. فممكن المواد من حسب حالات التوصيل إما أن تكون غير موصلة أو تكون شبه موصلة أو تكون موصلة أو فائقة التوصيل الكهربائي. لكن خلينا نتكلم بصفة عامة عن سبب الاختلاف أو الفرق في حالات المادة من حيث توصيل أو شبه موصلة أو موصلة. بكل بساطة السبب في ده كله حاجة اسمها الباند جاب انرجي أو الاي جي، وهي ديت المسؤولة عن توصيلية المادة. طب ازاي؟ مثلا مادة زي الغير موصلة ديت لما أجي عاوز أديها إلكترون وأقول لها ودي الناحية التانية ما ترضاش، طب خدي حبة جهد أو مجال أو طاقة ووديهم الناحية التانية، ما أبدا على جثتي. طب ليه الكلام ده؟ لأن أي مادة عشان تقدر توصل أنت محتاج تطلع الإلكترون من حاجة اسمها الفالنس باند، إلا إن هو أصلا إلكترون تكافؤ. الفالنس باند تنقله لحاجة اسمها الكونديشن باند اللي هو قطاع التوصيل اللي أنا محتاج إن الإلكترون فيه عشان يقدر يكون حر ويتحرك بين ذرات المادة. فهنا هلاقي إن في المادة الغير موصلة الإي جي أو الباند جاب انرجي اللازم إن أنا أنقل الإلكترون من هنا لهنا كبيرة جدا، عشان كده ما بيحصلش إن بيبقى فيه إلكترون هنا أصلا. إنما بقى في المادة شبه الموصلة فالإي جي أو الباند جاب انرجي متوسطة، يعني مش كبيرة أوي زي في الغير الموصلة، بس برضه لازم تقدر تقنعها. وهو ده موضوع الشابتر بتاعنا أصلا، إن إحنا نقنع المادة شبه الموصلة إن هي تقدر، أيوة يا مادة تقدري توصلي للتيار، إن أنت بعد ما ترفعي الإلكترون الباند جاب انرجي المتوسطة دي تقدري توصلي خلال التيار الكهربي عن طريق مجال أو اختلاف في التركيز. هو ده موضوع الشابتر أصلا بتاعنا. يا إما بقى مادة موصلة وديت الدنيا قشطة معاها اديها إلكترون توصل على طول. المادة فائقة التوصيل تقريبا مفيش باند جاب انرجي، ده طبعا الفالنس باند ودي الكونديشن باند. هنا هتلاقي ان الفالنس باند والكونديشن باند تقريبا خط واحد اصلا، يعني انت مش محتاج اصلا ان انت تديلها طاقة، انت محتاج بس حبة شروط بانك تقلل من درجة الحرارة لدرجة حرارة الخارج من الصفر المطلق، مجموعة من الشروط عشان تقدر تكون المادة فائقة التوصيل دي. برضه في تقسيمة تانية للمواد، طالما أنا لسه بتكلم عن المواد ممكن أقسم المواد تقسيمة أخدناها في ابتدائي وإعدادي وثانوي لحد ما زهقنا منها. المواد تنقسم إلى فلزات ونفلزات. الفلزات هي العناصر المواد التي يحتوي فيها غلاف التكافؤ أو قطاع التكافؤ على من 1 إلى 3 إلكترون،
والنفلزات هي التي تحتوي فيها قطع التكافؤ من 5 إلى 7 إلكترون، صح؟ طب لقينا عنصر زي السيليكون مثلا وحبة إخوات له كده زي الجرمانيوم، لقيت السيليكون عنده في غلاف التكافؤ 4 إلكترونات بس. طب بصراحة الفلزات كانت بترتبط بالنفلزات عشان الموضوع ده، إن ديت عايزة تتبرع وديت عايزة تاخد إلكترون، فعرفنا إن الفلزات دايما بترتبط مع النفلزات التفاعلات الكيميائية بروابط أيونية نتيجة اختلاف عدد الإلكترونات دي. لقينا عنصر بقى زي السيليكون الغلبان ده لا عارف يرتبط مع النفلزات ولا مع الفلزات، عشان كده يعني السيليكون من الآخر كده غلبان ووحدان، ودايما بنرمز له في الشكل بتاعه مش روابط أهو سيليكون رباعي له 4 روابط. وكمان اللي بيزيد الطينة دالة إن السيليكون ده من تعاسته لما ملقاش حد يرتبط بيه أو يرتبط بنفسه بحاجة اسمها روابط تساهمية ثنائية، لأن السيليكون زي ما احنا عارفين عنده 4 إلكترونات في قطاع التكافؤ، وكل سيليكون جنبه عنده 4 إلكترونات في قطاع التكافؤ. بس لو كل سيليكون منهم اتبرع بإلكترون للسيليكون اللي جنبه، والسيليكون ده اتبرع بإلكترون للسيليكون اللي جنبه، هلاقي إن السيليكون الغلبان ما عادش غلبان، بقى عنده 8 إلكترونات في قطاع التكافؤ وعارف يستقر وكون حاجة اسمها السيليكون النقي، أو اللي أنا بسميه في المنهج بتاعي انترنسك. وما تنساش الاسم ده هنقوله كتير، انترنسك فورم أو الحالة الانترنسك للسيليكون، هي الحالة اللي السيليكون بيكون مرتبط مع نفسه وبس. طب كويس، السيليكون الانترنسك دوت قدر يرتبط بالسيليكون اللي حوالينه وكون لي بلارت السيليكون اللي أنا عارفها باسم بلارت السيليكون النقية. طب هل ده معناه إن أنا وصلت للسيليكون دوت لحالة إن أنا خليته شبه موصل وقدرت أستغله في التوصيل؟ لا لسه لا. ليه؟ لأن أنا عاوز عدد من الإلكترونات الحرة أكتر يساعدني. طب عايز تقول لي إن البلورة السيليكون الانترنسك ما فيهاش أي إلكترونات حرة؟ لا فيها، طبعا فيها. ليه فيها؟ لأن أنا عندي معادلة بتقول لي إن أي شبه فلز أو أي شبه موصل هلاقي إن حالته الانترنسك فيها عدد من كثافة الإلكترونات اسمه إن آي، وله معادلة ثابتة في كل أنواع أشباه الفلزات أو الموصلات اسمها 5.2 في 10 أس 15 في تي أس 3 على 2 في إي أس سالب إي جي على 2 كي تي. واللي لما جيت أعوض فيها بالنسبة للسيليكون، طبعا بالنسبة للسيليكون الإي جي بتاعته له إي جي معينة أقدر أجيبها من جدول معين، وعند درجة حرارة التي بتساوي 300 كلفن واللي بتمثل لي درجة حرارة الغرفة واللي بستعملها في أغلب المسائل، هلاقي إن ال NI عندي بتساوي كام؟ بتساوي 1.8 في 10 أس 10 إلكترون على السنتيمتر مكعب. وبرضه السيليكون دوت مش هينفعني في أي حاجة من عمليات التوصيل الكهربي، وهحتاج إن أنا أعمل عليه عملية زيادة، عملية إضافية عشان أقدر إن أنا أستغله في حالة التوصيل. العملية ديت اسمها الدوبينج أو التطعيم. دوبينج أو التطعيم. عملية الدوبينج ديت بتتم عن طريق حاجة من اتنين، يا إما بعنصر ثلاثي التكافؤ أو بعنصر خماسي التكافؤ. العنصر خماسي التكافؤ ده من اسمه أعرف إن عنده 5 إلكترونات في قطاع التكافؤ الخارجي، وثلاثي التكافؤ عنده 3 إلكترونات في قطاع التكافؤ الخارجي. فلما أجي أضيف عنصر خماسي زي الفوسفور لذرة السيليكون اللي هي عندها 4 إلكترونات في قطاع التكافؤ، هلاقي إن الخماسي دوت عنده إلكترون زيادة عنه للسيليكون
فبيتبرع بيه للسيليكون، عشان كده بسميه دونر، يدي معطي. لكن الثلاثي دوت مثلا زي البورون الغلبان ما عندوش الكترونات قد السيليكون حتى، فبياخد من السيليكون، عشان كده بسميه اكسبتور، بياخد. فهلاقي هنا ان الالكترون اللي زاد هنا مع العنصر الخماسي، او الالكترون اللي ناقص هنا من السيليكون في حاله العنصر الثلاثي، غير من حاله بلورة السيليكون اللي كانت عندي، بدل ما كانت انترنسك زي ما احنا لسه قايلين من شويه، بقت حاجه اسمها اكسترنسك. اكسترنسك يعني اتلعب فيها من الاخر، اتلعب فيها بعامل خارجي. اتلعب فيها يعني السيليكون بدل ما كان بلورة محترمة مرتبطة بنفسها كده، هو قام دخل عليها دخيل من العنصر الخماسي اسمه الكترون حر زيادة. فعدد الالكترونات الحرة الزيادة هنا غير من خواص السيليكون تماما، بدل ما السيليكون كان ما بيوصلش بقى بيوصل، بقى خلاص هنا اوفيشالي شبه موصل. ده اسمه سيليكون انترنسك، والشحنة الغالبة فيه ان نيجاتيف. لكن في حالة العنصر الثلاثي برضه هيولد لي سيليكون اكسترنسك. ايوه اهو دي الحالة الطبيعية، تاني دي الحالة الانترنسك اهي. قام جه العنصر الثلاثي ابن الذين خد من الحالة الطبيعية دي الكترون، انا خدت الكترون اهو، وهحط مكانه بقى من بجاحته، حط مكانه فجوه. ايوه مش هو اللي حط ده، الالكترون لما راح فضل مكانه ايه؟ فجوه. ما هو انت اخدت حاجه هيفضل مكانها فاضي، كان واحد قاعد على الكرسي ساب الكرسي، فضل الكرسي، فهو ساب الالكترون، فضل ساب مكانه ايه؟ الفجوه. الفجوه دي بتمثل لي شحنه موجبه. ليه؟ لان مفيش شحنه سالبه، يبقى في شحنه موجبه. لأن قلة الشحنة الموجبة معناها زيادة الشحنة، قلة الشحنة السالبة معناها زيادة الشحنة الموجبة. ده موضوع طبيعي جدا في الكهربية، عشان كده بحب أسمي البلورة دي بي بوزيتيف، هنا هسميها ان تايب وهنا هسميها بي تايب. وبكده اقدر اقول ان انا عرفت اوصل لصورتين او شكلين من اشكال السيليكون الشبه موصل او السيليكون الاكسترينسيك، واحد منهم نيجاتيف او سالب وبسميه ان تايب، والتاني بوزيتيف او موجب وبسميه بي تايب. بس قبل ما اتكلم شويه واتعمق في خواص كل منهم وايه تكوينهم وازاي بعد ما هدخلهم في بعض اخشقهم في بعض يعملوا لي البي جانكشن، لازم اعرف خواص كل واحد لوحده. فلما مثلا ابص على الاي تايب اللي هي كانت سيليكون وبتتعطاها بعنصر ثلاثي فاتملت فجوات فبقت بوزيتيف، هلاقي ان مع ذلك في شويه الكترونات قليله في البي تايب. وبرضه لو بصيت في الام تايب اللي هي كانت سيليكون وطعنته بعنصر خماسي فاتملى الكترونات، ومع ذلك هيظل في مجموعه قليله من الفجوات. عشان كده لازم اعرف تعريفين جداد. التعريف الاول اسمه الماجوريتي كاريرز، ماجوريتي كاريرز، وديت العدد الاكبر من الشحنات في الاثنين، سواء هنا الكترونات او سواء هنا فجوات. والتعريف الثاني اللي هو المينوريتي كاريرز، مينوريتي، سواء هنا فجوات او هنا الكترونات، هنا فجوات موجبه او هنا الكترونات سالبه، دي بسميها مينوريتي كاريرز. هنمسح من اول الحته دي. وعشان كده بالظبط انا محتاج علاقه بين عدد الفجوات في البي وعدد الالكترونات، او عدد الالكترونات في الان وعدد الفجوات،
أو عدد الفجوات والإلكترونات في الحالة الانترنسيك الطبيعية. لقينا بطريقة ما إن العلاقة اللي بتربط ده كله ثابتة في الثلاث أنواع، سواء انترنسيك أو اكسترنسيك، وهي المعادلة المهمة جدا العظيمة دي، إن أي سكوير بتساوي بي في الإن أو إن في البي، لطيفة. المهم إن أي سكوير، الإن أي اللي إحنا لسه واخدينها من شوية، اللي هي عدد الإلكترونات الحرة في السيليكون الانترنسيك تربيع، بيساوي البي دنسيتي، كثافة الشحنات الموجبة أو الهولز في كثافة الشحنات السالبة أو الإلكترونز. برضه هقسم الصفحة نصين، النص للنيجاتيف اللي أنا طعمته بفوسفور أو بعنصر خماسي، فلقيت إن ال N هنا هتساوي تقريبا عدد الإلكترونات الزيادة، لأن عدد الإلكترونات الأصلية قليل جدا بالمقارنة بالنسبة لعدد الإلكترونات الزيادة بتاعة الدونر، فإن بتساوي تقريبا إن دونر. لكن البي اللي هي المينورتي كاريرز هتساوي من المعادلة دي إن أي سكوير على الإن. لكن هنا لو جيت أبص على البي هلاقيها بتساوي عدد الإلكترونات اللي العنصر الثلاثي أخدها، أو عدد الفجوات اللي اتكونت نتيجة انتقال الإلكترونات من السيليكون للعنصر الثلاثي، فهلاقيها بتساوي ان اكسبتور. يبقى عدد الالكترونات، ايوه البي اللي هي عدد الفجوات، بتساوي عدد الالكترونات اللي استقبلها البورون او العنصر الثلاثي وخسرها السيليكون فكون مكانها الفجوات. ولما اجي ابص على عدد الالكترونات اللي فاضله عندي هنا في السيليكون البوزيتيف، هلاقيها من المعادله دي بتساوي ان اي سكوير على البي. وده ريليتد خالص وسهل خالص الموضوع ده، اظن مفيش مشكله. اهم حاجه نكون مقتنعين ان المعادلات دي كلها مرتبطه مع بعض بشكل منطقي اهو. المعادله دي ما عليكش اثباتها باي طريقه، لا فزدق ولا غيره. وبكده درس النهارده يكون انتهى، بس قبل ما اخلص الفيديو حابب بس اوضح العلاقه بين الفجوات والالكترونات، عشان كده هنرسم باللورد سيليكون كبيره. I'm broke, bitch, I ate one roach and I made a lot of money. Patterson's bastard, Clancy's my slave master. Thanks to them crackers, my pockets are fatter than excess shit that's waiting on jazz. Lie, never pop a bottle when I fucking. زي ما احنا شايفين كده، دي باللورد سيليكون نقيه، قمت انا مطعمها بعنصر ثلاثي مثلا زي البورون، قام واخد الالكترون دوت وخلاه الكترون حر. الالكترون الحر ده هيتجه ناحيه البورون ويسيب مكانه اهو، هيسيب مكانه الفجوه اللي يسيبها. طب انا عايز ادرس حركته، هلاقي ان الالكترون ده كمان شويه بدل ما كان هنا هلاقيه طلع قدام شويه هنا اهو، ده الالكترون طلع هنا اهو. وان الالكترون بتاع السيليكون اللي هنا حابب يملى الفجوه دي، اقوم الاقي ان الالكترون هنا طلع من هنا، هنا دخل هنا اهو، الالكترون اللي كان هنا كون الحته دي، وقامت الفجوه اسمها انتقلت هنا او غيرت مكانها هنا. كمان شويه هلاقي ان الالكترون ده خلاص طلع كمان خطوتين قدام اهو، ده الالكترون هنا. كذلك برضه هلاقي ان الالكترون اللي كان هنا هيسد الفجوه دي، الفجوه تيجي هنا، الالكترون اللي كان هنا يسد الفجوه اللي هنا، والفجوه تيجي هنا. خلينا نوضح الشكل ده اهو، اشيل الفجوه، الالكترون اللي هنا جه هنا وجات مكان الفجوه هنا سدتها، وجات هنا مكان الفجوه. بكده اقدر اقول ان الفجوه بتتحرك من اليمين للشمال، مش كده؟ لكن الالكترون بيتحرك من الشمال لليمين. عشان كده انا بحب ان انا امثل ان الفجوه شحنه موجبه بتسير في عكس اتجاه الالكترون بصفه عامه.
مع ان الفجوه في حقيقه الامر ما هياش شحنه موجبه، بل الفجوه هي غياب الشحنه السالبه. والفجوه ما هياش ماده بتتحرك او شحنه بتتحرك، الفجوه معناها ان الالكترونات هي اللي بتتحرك، بس لان الالكترون ده اللي اتحرك هنا وبعدها الالكترون اللي هنا هو اللي اتحرك هنا، فانا بدل ما اقعد اوصف حركه الكترونات مختلفه متعدده حبيت ان انا اوصف حركه الفجوه ذات نفسها وبعتبرها فجوه واحده او شحنه واحده موجبه وبتتحرك في الاتجاه المعاكس لاتجاه الالكترون الحر الناتج عنها. وبكده يكون درس النهارده خلص، وفي الدرس الجاي هناخد تيار الدريفت والديفيوجن اللي هما الطريقتين اللي اقدر امشي بيهم التيار في شبه الموصل، واخيرا استغله واخليه يوصل التيار الكهربي. الى اللقاء.